انا الباك جراوند بتاعتي فاينانس، انا سي او لشركه يعني، بس معايا مهندسين من احسن المهندسين نفس الموجودين في الشركه؟ مصر. اه. لا، شركه مختلفه ببروجكت مختلف. احنا المركز الثالث فعلا على مستوى الجمهوريه، بس احنا حاليا المركز الاول على مستوى شمال افريقيا، ما شاء الله. ومترشحين كمان على مستوى افريقيا، وان شاء الله بعد كده العالم. انتوا آه، داخلين بقى في تفاصيل خاصه اللي هي الحاجات الجديده كلها، يعني موضوع احنا في الهيدروجين. الكلايمت تك او في تكنولوجيا المناخ. بنقدم الديفايس ده او الجهاز ده بيركب على اي محرك احتراق داخلي، بيقلل في استهلاك الوقود up to 40%، وبيقلل في الاميشنز او الانبعاثات الكربونيه حوالي 75%. اه. الديفايس ده يعني عملنا عليه اكتر من 8 سنين في الار ان دي، لحد ما قدرنا ده نوصل بيركب جهاز بيركب على اي آلة؟ اي محرك احتراق داخلي، زي العربيات، زي المولدات، زي محطات الكهرباء يعني. وكمان دلوقتي يعني هنختار كمان القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، ودي محركات احتراق خارجي مش داخلي. بس التكنولوجي هي الهدف بتاعها توطيد صناعة الهيدروجين في مصر بكل الالوان بتاعته، سواء الاخضر او الازرق او الرمادي. وان شاء الله يعني الفترة اللي جاية هتسمعوا عننا اكتر يعني وتعرفونا اكتر. ده ممكن يتنفذ خلال قد ايه؟ هو اوريدي اتنفذ. لا، يتنفذ على ارض الواقع بقى، نستغله في المشروعات. هو اوريدي متنفذ. اوريدي متنفذ. بالظبط. احنا دايما بنقول الحاجات اللي هي بتاخد جوائز والمشروعات اللي هي بتاخد جوائز بتاخد فتره عبال ما تتنفذ، حد لا، يمولها، حد يتبنى المشروعات. هي الميزه في دايما المبادره. بتبقى هي دي العقبه. بالظبط. احنا بقى الميزه عندنا ان احنا البرودكت اوريدي ريدي وجاهز، وعاملين منه كمان مبيعات، وحاليا فعلا. مطلوب ده فعلا. جميل وحاليا أوي. احنا في المرحله بتاعت استخراج بعض التراخيص عشان نقدر نصدر البرودكت، لان هو بقى مطلوب كمان في يوروب. وده حاجه من الحاجات اللي احنا ما كناش عاملين حسابها. ببراءة اختراع مصرية. هي براءه اختراع مصريه ودوليه كمان، طيب، متسجل له طلب براءه دولي. والكومبوننتس مصرية؟ يعني انت بتستورد انا ولا 85% من البرودكت مكونات محليه. حلو قوي. منتج مصري بايدي مهندسين من احسن المهندسين الموجودين في مصر. رائع رائع، بحييكوا والله.